تعالوا نعمل مع بعض شوية سندوتشات سوري، انما ايه حكاية السندوتشات دي؟ ولا محشية فراخ ولا محشية لحمة، المحشية ايه؟ محشية بطاطس، وكمان محشية ايه تاني؟ فلافل سوري. تعالوا بقى لما نعمل سندوتشات البطاطس والفلافل السوري، وكمان هنعمل معاهم احلى تومية في الدنيا. عايزة اقول لكم شوية تومية عملناهم بجد في غاية الروعة، ولو عملتوها هتعجبكم وهتعتمدوها احلى بكتير من اللي فيها مايونيز. تعالوا بقى لما نشوف هنعمل ايه. الاول طبعا هنحضر مع بعض التومية. حلة على النار هنحط فيها كوباية من المية وكوباية من النشا، ونفضل نقلب مع بعض النشا مع المية كويس لغاية ما الصوص ده يتقل خالص، ويبدأ يتقل كده ويبقى لونه شفاف ويتكون عامل زي الكلكوعة كده لما هتشوفوها دلوقتي. هنا بدأ الصوص يتقل، ولو هتلاحظوا بقى لونه شفاف وكده، ده المنظر تمام. هسيبه طبعا يبرد خالص، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. في الخلاط هننزل بالنشا مع المية اللي احنا عملناها مع بعض، وهننزل ببطاطساية مسلوقة كويس، وياريت تقطعوها علشان ما تعذبكمش في الضرب، ان هي عذبتني في الضرب الصراحة. مع 8 فصوص توم، ونص كوباية مية، معلقتين كبار من الخل، وعصير ليمونتين، وشوية ملح. بعد كده هضرب هنا الخليط كويس، فهلاقي ان هو الصوص تقيل معايا شويه، فهنزل بنص كوبايه كمان. يعني انتوا انزلوا بكوبايه كامله من الميه، وبعد كده هننزل بنص كوبايه من الزيت سرسوب خفيف جدا، ونضرب في الخلاط لغايه ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. وده بجد احلى توميه هتعتمدوها بجد، واحلى بكتير من اللي بتتحط لها مايونيز. تعالوا بقى لما نشوف هنعمل ايه كمان. فاكرين الفلافل اللي عملناها مع بعض؟ ده كان كيس فلافل انا مفرزاه، وطبعا انتوا شفتوا الطريقة، وارجعوا للفيديوهات القديمة هتلاقوا الطريقة بتاعت الفلافل. هنزل هنا عليها بشوية ملح بس. عايزة اقول لكم يا جماعة انا سحبت كلمة الكربونات، وانا مش هحط كربونات ولا اي حاجة، هم شوية ملح، وكمان مش هحط اي بهارات تاني. وافضل اقلب في العجينة كده بتاعت الفلافل من تحت لفوق، اقلبها كأني بعمل لها حالة تنشيط، بنشطها من تاني. وده منظرها. لو حسيتيها ان هي لسه تقيله معاكي، حطي لها شويه ميه خفيفه جدا، وقلبي فيها من تحت لفوق، وعجني فيها تاني. لكن انا حسيت ان هي مش محتاجه ميه، مجرد ما عجنتها هي فارت معايا، وعجنتها زي ما انتوا شايفينها، وشكلتها. طبعا اديتها شكل الفلافل السوري، بيحبوا يعملوها كده السوريين، وقالتها عادي في الزيت. وده شكلها. عايزه اقول لكم كانت محتفظه بطعمها، وزي ما انتوا شايفين هي محتفظه بلونها ازاي، بجد في طعمها في غايه الروعه. واعملوها من غير كربونات يا جماعه، بجد تحفه. وهي بس شوية ملح، وهتاكلوا أحلى فلافل. تعالوا كمان هنشوف هنعمل ايه كمان بعد ما نقلي الفلافل. نبدأ نقلب الفلافل بعد ما اخدت اللون. لازم طبعا زي ما قلنا زيت غزير، ويبقى سخن، بس مش سخن لدرجة ان هو مجرد ما تنزلي بالفلافل تحرق الفلافل الطعمية، يعني لا، تنزلي بيها تكون ما بين سخن وما بين يعني مش سخنة خالص، وطبعا مش باردة يعني. وبعد كده بنطلع الفلافل، وبعد كده في نفس الزيت اللي قليت فيه الفلافل هقلي بطاطس. وهنا كده الحشو معانا جاهز، الفلافل والبطاطس، شوية خس مقطعينهم بالشكل ده، شوية طماطم مع فلفل حامي مع خيار مخلل، وهنا محضرة بصل مع بقدونس وشوية سماق كده، ومعايا سلطة طحينة لزوم سندوتشات الفلافل، وطبعا التومية اللي عملناها مع بعض. هجيب بقى العيش السوري، برضو انا عملت الطريقة بتاعته قبل كده، وممكن تشتروه عادي من الافران، في افران بتبيع العيش السوري ده طبعا عادي. بننزل بالتومية، وبعد كده بننزل بشوية من البطاطس، وبعد كده نحط معاه شوية بقدونس مع البصل وخيار مخلل، وننزل تاني بشوية تومية. عايزة اقول لكم التومية دي خلت طعم السندوتش حكاية. ويلا بقى بينا نلف السندوتش كويس. وده كده اول سندوتش حضرناه. تعالوا بقى لما نشوف سندوتش الفلافل هنعمله ازاي. برضو هنجيب العيش السوري، والمرة دي بقى هحط الفلافل، وبعد كده نحط طماطم، شوية خس، شوية خيار مخلل، وطحينة. مع الفلافل هحط طحينة، وبعد كده برضو نقفل السندوتش كويس. وبكده سندوتشاتي جاهزة. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. على الجريل او في طاسة بدهنها شوية زيت
بساط جدا. وبعد كده ننزل بالسندوتشات علشان تتحمص. واول ما تبدأ تاخد لون هقلبها على جنابها كده، يعني عايزاها تاخد لون من كل ناحية. بعد كده افضل اقلب فيها لغاية ما تاخد اللون من كل ناحية زي ما قلت لكم. وبكده السندوتشات اتحمصت وبقت جاهزة معانا. يلا بقى نرفعها ونقدمها او نرصها في الطبق اللي هنقدم فيه يعني. وبكده السندوتشات بقت جاهزة مع التومية الجامدة دي. بجد كان طعمها في غاية الروعة. وده كان فيديو النهاردة. لو عجبكم ياريت لايك وشير وسبسكرايب للقناة وفولو صفحة الفيسبوك. باي باي.